وطأت قدمه أرض أستراليا. ذكريات مواجهة سيدني والهلال تلاحقه. حمية من وسائل الإعلام، ووسائل الإعلام دائما تجد طريقة، وناصر أبقى الابتسامة. الشمراني منذ وصوله بريسبين بين مديح وذم ظهر اسمه في صحافة، في إعلام، وحتى في تصريحات لاعبين. صحيفة كورير ميل اعتبرته الولد السيء، قالت منتخب السعودية يصل ومعهم الشرير ناصر الشمراني. أما هيرالد سن فوضعت مهاجم الأخضر ضمن قائمة 10 لاعبين يجب متابعتهم في البطولة، بل كان اسم الشمراني موضوع عنوان المقال. قناة فوكس نيوز الأسترالية تابعت ناصر منذ وصوله، ولكنها كانت تعنون تغطيتها بالرجل الباسق. الرجل الباسق يعزل عن الإعلام، أو الرجل الباسق يتلاسن مع مشجع، وهكذا. وهذه الحادثة الأخيرة التي أكثرت من الانتقادات الأسترالية الكثيرة أساسا لأفضل لاعب في آسيا. صحيفة نيوز تابعت الفيديو وعنوانت عندما تخطى حاجز 1,000,000 مشاهدة بفترة قصيرة. وتشفت الصحيفة المحلية بالشمراني حين وصفته باللاعب الذي أغضب أستراليا كلها، رغم أنه خسر في نهائي أبطال آسيا أمام مسترن سيدني وندررز. أما صحيفة سيدني مورنينج هيرالد قالت هذا هو الشمراني الذي لم يتعظ مما قام به أمام سيدني في مباراة الرياض، الفعل القبيح ضد أبناء وطنه. هكذا جاء عنوان جي لونغ أدفرتايزر. ورفضت أي تبرير لما قام به مع المشجع السعودي قبل حصة تدريبية للأخضر. تومي يوريتش مهاجم منتخب أستراليا، وفي تصريحات له مع صحيفة سبورتن اعتبر ناصر لاعب غير محترف وأخذ دور الناصح. قال عليه أن يغير من نفسه أو يبتعد عن الأضواء. وحتى الآن الإعلام الأسترالي للناصر بالمرصاد. رفيق الحلو العربية.